النهاردة هنعمل كباب الفراخ بتتبيلة التندور الرائعة في فرن البوتاجاز. بس قبل ما نشوف الوصفة، ولو أول مرة بتشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة عشان دايما تشوفي كل وصفاتي الجديدة. هبدأ أحضر تتبيلة الفراخ، وهي كوباية زبادي، 2 معلقة كبيرة توم مفروم، 3 معالق كبيرة زيت نباتي، معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة بابريكا، معلقة صغيرة جنزبيل، معلقة صغيرة كمون، ومعلقة صغيرة فلفل أسمر، ومعلقة صغيرة كركم، ونص معلقة صغيرة من لون الطعام الأحمر. هنيجي بقى للتوابل الهندية، وهي جرام مسلة، هحط منها معلقة صغيرة. بصراحة أنا عملتها في البيت، نكهتها بتكون أقوى من اللي بنجيبها من العطار. هسيبلك مكوناتها في صندوق الوصف. وهضيف على التتبيلة معلقة كبيرة من عصير الليمون، وعندنا هنا كيلو من صدور الفراخ. هبدأ أقطعهم مكعبات وسط، وهنزلهم في التتبيلة. هسيبهم أطول وقت ممكن، ويفضل طبعا لو يوم كامل. في الوقت ده هنقع الشيش ستيكس في المية لمدة ساعتين عشان ما تتحرقش منا في الفرن. وحضرت عيش التورتيلا جنب الفراخ ومكوناته: 4 أكواب من الدقيق، معلقة صغيرة ملح، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وهضيف ربع كوب زيت. هبدأ أعجن بكوباية لبن تدريجيا لمدة 10 دقايق. هسيب العجينة تستريح لمدة ربع ساعة. هبدأ أفردها وأقطعها كور. عملت معايا 12 كورة. هبدأ أفرد كل كورة بشكل دائري. ولو عايزة تظبطيها بشكل دائري أفضل، ممكن تستخدمي طبق دائري وقطعي الزوايد بالسكينة. وهنزل العيش على طاسة ساخنة غير قابلة للالتصاق، وأول ما تظهر معاكي الفقاعات هقلبه، ويا دوبك نص دقيقة وهرفعه من على النار. وطبعا ما تنسيش تغطي العيش عشان يفضل طري معاكي. وهنا بعد ما الفراخ اتبلت كويس هحطهم في الستيكس. وعلى صينية متغطية بورق فويل هحطهم في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة نص ساعة. وكل 5 دقايق خلال النص ساعة هقلبهم، وآخر 5 دقايق هدهنها بسمنة، وبعدين هشغل الشواية. وعملت سلطة الزبادي جنب الفراخ، وهي وصفة سهلة ما فيهاش أي افتكاسات. عبارة عن كوباية زبادي عليها رشة ملح وفلفل وعصرة ليمون، ومعلقة كبيرة من اللبن ورشة نعناع. كده وصفتنا خلصت،
ولو الفيديو عجبك ما تنسيش تعملي لي لايك، ولو أول مرة بتشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس، واشوفكم في فيديو جديد.